ازيك يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده هعمل معاكم تحضيرات يوم عيد الحب، هعمل معاكم الميك اب واللبس والشعر والاكسسوارات والمانيكير، هعمل معاكم كل حاجه. في معلومه عني، انا ما بحبش اللبس الاحمر، فلبست حاجات على بنيات لاني بصراحه ما بحبش اللون الاحمر اطلاقا نهائي في اللبس بالذات. ممكن البسه في جزمه، ممكن احطه في مانيكير، ممكن احطه كروج، لكن ان انا احطه كده لا. وكلكم مستغربين ان الميك اب لوك على بني او على اورنج زي ما انتم شايفين كده، ودايما يعني احنا متعودين ان في خيالنا عيد الحب يعني حاجات على احمر او حاجات على بينك، صح؟ انا حاسه ان الالوان دي مش هعرف امشي بيها في الشارع واقابل بيها حد واقعد بيها وشي في وشه. انا بحس ان المكياج اللي بيحبوه الرجاله عموما او اللي بتحبه الناس عموما هو الميك اب المريح للعين، وانا بالنسبه لي هو ده الميك اب المريح للعين. ما تسالونيش ايه السبب وانا جايبه الاقتناع الشخصي ده منين، المهم يعني ما علينا. انا بس النهارده اكتفيت ان المانيكير هو اللي يكون لونه احمر. في مفاجاه هقولها في اخر الفيديو، اللي بس هتتابع اخر الفيديو هي اللي هتعرفها. المهم يعني ما علينا، عشان ما اطولش المقدمه اكتر من كده. انا النهارده مش جايه لكم بايدي فاضيه، انا جايه لكم مع بنتين تانيين وهما ايلين وايه. الاتنين هيعملوا برضو ميك اب عيد الحب. روحوا اتفرجوا على تحضيراتهم لعيد الحب. ما تنسوش لو الفيديو بتاعي عجبكم تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. بعد ما تخلصوا الفيديو بتاعي تروحوا عندهم على القناه وتعملوا لهم لايك وشير وسبسكرايب. يلا بينا عشان نبتدي. ده شكل الميك اب لوك يا بنات من قريب عشان تبقوا شايفينه، لان انا نسيت اوريهولكم كالعاده يعني. اول حاجه هعملها هي اني هستخدم الكونسيلر ده من ميبلين فيت مي عشان ينضف لي الجفن ويفتحولي، عشان النهارده زي ما انتم شايفين كده هستخدم الوان فاتحه قوي قوي فوق العينين، والالوان الفاتحه فوق العينين مش بتبان ابدا غير لما تكوني حاطه كونسيلر، وكونسيلر كمان يكون فاتح. تمام. وبعدين هثبته ببودر كده بالطريقه دي. ليه انا بثبته ببودر او ليه لازم تثبتي الكونسيلر اللي انتي استخدمتيه ببودر؟ عشان بعد كده لما تيجي تدمجي الاي شادو تقدري تدمجيه الاي شادو ما يعملش ما يعلقش منك. تمام. وبعد كده هستخدم الباليت بتاعت بايبيلا او بيبيلا، بصراحه مش عارفه نطقها الصحيح ايه، لقيت اني محدش اشتريها فقلت ان انا هستخدمها خلاص. فهاخد اللون اللي هو السيموني ده. انا هستخدم اللون السيموني النهارده بس مش هستخدم الوان كتير النهارده، عشان انا النهارده عايزه اللوك بتاع العيون يبقى ابسط مما يمكن، لان احنا المفروض يعني ان احنا خارجين قدام ناس بقى وكده، والمفروض برضو ان احنا نكون شكلنا رقيق على الصبح. وهركز اللون الاورنج. لما تبقي عايزه تركزي اللون تدوسي على الفرشه، وبعد كده عايزه ابتدي ادمجه اهو بالطريقة دي. بعدين هاخد اللون ده وهبتدي ادخله بصوابعي جوه اللون الاورنج اللي انا حطيته. انا النهارده هركب رموش اخف مما يمكن، هركب رموش اللي هي القصيره من قدام وطويله شويه صغيرين من ورا، ورموش خفيفه جدا عشان تنفع ان انا اخرج بيها قدام الناس، لاني ما بحبش الرموش التقيله. تمام. لاني الصراحه اللزق بتاع ارض ده بيشل، وانا مش عايزه اضيع وقت اكتر من كده، لاني عندي الشمس بتغيب بطريقه اوفر الصراحه يعني. ده هي لو مستنياني اصور عشان تغيب مش هتعمل كده. انا النهارده عايزه بشرتي تكون جلوي، فهجيب الهايلايت بتاع ريفوليوشن. تمام. اللي هو البرو، مش اي نوع تاني يا جماعه، انا باكد البرو لاني جربت قبل كده هايلايت من عند ريفوليوشن برضو كان كله جليتر. تمام. وهحط كميه زيت بسيطه من الزيت بتاع ايفون، عندك الزيت بتاع لوريال. تمام كده يعني. انا النهارده عايزه جلو يكون زي كانه عامل شبه الميه كده، لان احنا هنخرج في الشمس. تمام. فانا لما ببقى عايزه جلو بالمنظر ده او جلو عامل زي الميه كده، بقوم خلطه الزيت بالهايلايت بتاع ريفوليوشن، وببتدي احطه على الاماكن اللي انا عايزه فيها هايلايت، بيديني الهايلايت اللي انا عايزاه، وفي نفس الوقت بيبقى شكله حلو جدا وما بيبقاش فيه جليتر ولا اي حاجه خالص. وبعد كده هستخدم الكوريكتور بتاع NYX وهبتدي احطه في الاماكن اللي عندي فيها تصبغات، اللي هي حوالين الفم وعلى المناطق اللي هنا، عشان بس يديني اني ما يبقاش فيه اي حاجة خالص شكلها مش طبيعي، عشان بعد التقشير وهي ابتدت تبقى تغمق او تبقى لونها بني، فانا مش عايزاها تبان مع الفاونديشن خالص. وفي نفس الوقت كمان الكوريكتور ده احسن حاجة فيه ان هو خفيف جدا ومش بيبان اصلا خالص نهائي على البشرة.
تمام. وبعدين هحط نقطتين كده بسيط خالص تحت عيني. قبل ما تحطي عليه الفاونديشن لازم تتأكدي ان هو مدموج كويس قوي عشان ما يعلقش معاكي في مكان او كده. تمام. وبعدين هستخدم الفاونديشن ده من ال جيرل. انا اخترت الفاونديشن ده بالذات اول حاجه لاني في مناسبه زي دي احنا بنبقى عايزين نتصور، وده فاونديشن اتش دي بيكون حلو جدا في التصوير، ما بيعملش فلاش باك. دي اول حاجه. تاني حاجه كمان ان هو ناعم جدا على البشره. انا كنت اوريدي عامله عنه ريفيو كامل مش هتكلم عنه كتير يعني، بس انا بالنسبه لي حبيته وحسيت ان هو بيديني الجلوي اللي انا عايزاه، وفي نفس الوقت بيديني كفرج كويس او تغطيه يعني تعتبر الى حد ما كويسه. انا عايزه اكتر بس في الاماكن اللي عندي فيها عيوب هنا. تمام. وبعد كده هدمجه بالفرشه دي. الفرشه دي كذا حد سألني عليها، ده شكلها. الفرشه دي من سيجما الكوبي اكيد يعني. وهبتدي افرده بالفرشه بالطريقه دي. وبعدين هرجع ادمج الفاونديشن كويس قوي بالبيوتي بلندر بعد ما بقيت عامله شبه الرجل الاصفر كده. انا بحب لون الفاونديشن ده جدا على فكره، بعيدا عن الهزار او التريقه. انا بجد بحب لونه، بحس ان هو بيكنسل اي عيوب في البشره حتى لو من غير ما تبقي حاطه كوريكتور تحتيه. بس انا النهارده عايزه وشي كويس قوي فعشان كده حطيت كوريكتور قبليه. لكن انا بحس ان لون الفاونديشن ده ان هو بيغنيكي عن الكوريكتور. الفاونديشن بيكون اغمق شويه من درجه بشرتك، بيدي زي كوريكتور كده. وما تنسيش لو هتستخدمي فاونديشن يكون لونه اغمق منك ان انتي تحطي على ودنك، لاني بصوا بيكون لون الودن ايه، فدي حاجه تاخدي بالك منها. الفاونديشن ده بصوا ناعم بطريقه. انا بحب قوي قوي الستايل بتاع الوش اللي شكله عامل كده ده. برضو النهاردة عايزة الميك اب يكون ناعم، فهستخدم الكونسيلر ده من فيتمي. الدرجة اللي معايا دي درجة 20. اديني هايلايت كده بس شوية صغيرين. اللوك كده بيكون شكله حلو قوي. تمام. هستخدم منه كمية صغيرة، مش هستخدم منه كمية كبيرة عشان يديني زي تنوير بس مش اكتر من كده. انا مش عايزة اي كلكعة او مش عايزة اي شكل يكون اوفر على وشي. انا عايزة الشكل يكون طبيعي للعين على قد ما اقدر. تمام. الميك اب بتاع الكاميرا حاجة والميك اب بتاع الخروج العادي حاجة تانية. يعني انا بالنسبة لي بحس بكده، يعني بحس ان الكاميرا بتبقى محتاجة ميك اب اكتر عشان تبين اللوك، وفي نفس الوقت كمان بتبقى على الكاميرا الميك اب بيكون اهدى بكتير من على الحقيقه. على الحقيقه احيانا ببقى عامله لوك قوي ويطلع على الكاميرا ان هو هادي جدا. عشان كده بحاول على قد ما اقدر ان انا اكتر، لاني كنت بشوف يوتيوبر كتير زمان اول ما كان يعني ما كنت بتفرج على اليوتيوب جديد. المهم يعني منعا لقطع كلامي، هستخدم الباودر دي من ايرسبون، هثبت بيها بس تحت العين. تمام. زمان كنت بشوف يوتيوبر كتير قوي بيستخدموا كميات كبيرة من الفاونديشن او من الكونسيلر، وكنت بقول هو ايه السبب هما بيستخدموا كميات كبيرة كده. فلما دخلت بقى في موضوع اليوتيوب وكده عرفت ان هما بيستخدموا كميات كبيرة من الحاجة، لان الحاجة احيانا ما بتبقاش باينة او ما بتبقاش ظاهرة، فعشان كده يعني. تمام. انا مش هثبت بس غير تحت عيني مش اكتر من كده، وبقيت وشي هسيبه بالطريقه دي لان انا ما بحبش البودر. وبعدين هعمل برونزر خفيف لوشي بالهولا برونزر. هعمل الهولا بطريقه خفيفه جدا جدا بس ادي لوشي دفى مش اكتر. ليه؟ لان انا بحس اني يعني الوش لما يكون فاضي كده مش بيبقى حلو قوي. بس بعد كده هعمل حاجه خفيفه قوي قوي اهي. هو اوريدي كده كده عشان كمان الفاونديشن غامق فاللي هو الدنيا تمام يعني. وهغمق اخر وش وهعمل البودر بالطريقه دي. تمام. اللونين دول من البلاشر بتاع سيتي كولر. هرجع للعيون بما اني خلاص يعني ان الرموش نشفت. هاخد اول لون استخدمته اللي هو اللون ده، هحطه على العيون من تحت.
وبعدين عشان برضو شكل تحت العين ما يبقاش غريب هنستخدم اغمق لون في الباليت اللي هو لون البني ده، هحطه اقرب مما يكون على خط الرموش من فوق. يعني تبصي فوق وتعملي، بصي انا عامله ازاي كده 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 كده. ريميل اللي هو ده، وهحطه جوه العين. اجيب الكحل بتاع ايفون وهوصل اول الرموش بس، مش هرسم ولا خط ايلاينر ولا اي حاجة، هوصل بس اول الرموش بالجفن بتاع عيني كده بالطريقة دي عشان ما يبانش ان انا حاطة رموش، مش اكتر من كده. دلته وحطيت اللون الاصفر ده، حاسه ان هو لايق اكتر مع الاورنج صح. وبعدين هبتدي احطه في مدمع العين بالطريقه دي، وهنا انا شايفاه احلى، مش عارفه ممكن باللي باقي بقى معانا نحط كده عشان يدينا نضاره اكتر. وكده يكون ده اللوك النهائي للفالنتاين. انا هعمل شعري بالمنظر ده بس لاني بحس ان التسريحه دي للصبح بتبقى اوفر زياده عن اللزوم، وكمان انا حاسه ان انتوا زهقتوا منها، وكمان انا هعملها لكم في لوك بتاع يوم الخميس اللي هينزل يوم الخميس. انا عارفه ان انا اتاخرت عليكم بس بجد انا اسفه، المفروض اللوك ده كان ينزل يوم الاحد اللي فات بس حصلت تعديلات كده فهنزله يوم الخميس وعامله لكم فيه التسريحه. المهم يعني عشان ملوكش كتير يلا بقى نروح نشوف انا هلبس ايه النهارده. بعد كده نيجي لللبس. هلبس البلوفر ده، بيتهيألي ان انتوا شفتوه قبل كده، هو بلوفر صوف كده لونه بني. وهلبس البنطلون البيج ده، بنطلون هاي ويست كده مفيهوش اي شغل خالص ولا مقطع ولا مشرشب ولا اي حاجه خالص. وهلبس الجزمه دي بما اني خارجه الصبح بقى، لو خارجه بالليل اعتمدي اكتر في لبسك على الجزمه الكعب، او ممكن ان انتي تلبسي بليزر يعني على حسب بقى الخروج الصبح ولا بالليل. انا لو خارجه الصبح يبقى هلبس دي او هلبس النوع ده من الجزم، انا عن نفسي بالنسبه لي يعني بحبه. وبالنسبه للضوافر اهي انا خليت ضوافري بقى لونها نبيتي بمحمر شويه. وبالنسبه للاكسسوارات هلبس الخاتم ده. الخواتم دي بحس وانتي بتشاوري او انتي بتتكلمي ان انتي بنوته قوي في نفسك كده. والخواتم الصغيره دي بس انا مش بحب احط كله في ايد واحده يعني. والسلسله دي مع سلسلتي الذهب دي، السلسله دي غاليه عليا جدا ما بقلعهاش ابدا ابدا، يعني لو لبست اكسسوارات الدنيا بس لازم افضل لابسه السلسله دي فما بقلعهاش، فبلبس دي فوقيها عادي. وده شكل الميك اب لوك النهائي يا بنات. وبس كده يا بنات، هو ده كان الميك اب لوك النهائي. بس المفاجاه اللي انا كنت عايزه اقول لكم عليها هي اني مش نازله في حته ولا رايحه في اي حته يوم عيد الحب. ليه؟ لاني انا اي نعم مخطوبه بس انا خطيبي عايش برا مصر فما بنعملش عيد حب. عيد الحب ده اصلا حرام. فين استاذتنا ياسمين عبد العزيز لما كانت طالعه بتقول في نجيبه متولي الخولي الاباجوره دي حرام؟ انا بالنسبه لي عيد الحب حرام. تمام ولا مش تمام؟ انا مش عايزاكم تضربوني بالطوب ان انا قعدتكم كل ده وفرجتكم على مكياجي وعلى لبسي، بس عادي يعني بنحلم كلنا بنات ومن حقنا نحلم يا جماعه. يعني لو عجبكم الميك اب لوك وعجبكم الشعر والاكسسوارات واللبس تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب حتى لو يعني بنحلم.